انا معايا اقل من 10 دقايق اقول فيها انت محتاج تعمل ايه عشان تتعلم اي حاجه جديده بناء على تجربتي. حلو حلو. اولا، اللي كانوا سالوا عن المصادر، انا هسيب المصادر اللي انا بتكلم هنا خدوها سكرين شوت. تمام. بسم الله. المعلومات دلوقتي بقت كتيره اوفر، وعلى عكس زمان ما بقاش صعب ان احنا نوصل لمعلومه على قد ما بقى صعب ان احنا نفهم كم المعلومات ديت. والاصعب من الاتنين دول ان احنا اصلا نلاقي الرابط بين المعلومات. ولكن في ظل فوجة وهوجة المعلومات والاي اي وان انت حاسس ان الناس كلها بتجري وكل حاجة بتتحرك بسرعة، اهم حاجة تعلمها لنفسك عشان تقدر تفيد نفسك بيها هي ازاي تتعلم اصلا. في طرق كتير. احب ارشح لكم. انا كنت حاسب الترشيح ده لاخر الفيديو، بس احب ارشح لكم البودكاست ديت. انا لسه سامعها من قريب، الحلقه دي بالذات بتتكلم عن الفايمن تكنيك في انك ازاي تذاكر اصلا وازاي تكتسب اي معلومه جديده. مصطلح المذاكرة ده انساه وانسى أي علاقة له كانت مربوطة بالكلية أو بالمدرسة. المذاكرة التراديشنال دي تنساها. تمام. فخليني أشاركك 5 حاجات أنا بعملهم لما باجي أتعلم أي حاجة جديدة، أو 5 خطوات. تمام. أول حاجة بحط الهدف. طول ما أنت مش قادر تحدد هدفك إيه من اللي أنت هتعمله، فأنت هتبقى كده بتنطلق انطلاقة الشباب والشجاعة وحلاوة البدايات. وبتط... مع أول خبطة الدنيا بتبوظ منك. فعشان كده لازم تحدد هدفك. هدفك ده بقى سواء أنت عايز تغير، هتعمل كارير شيفت، أنت حاسس إن أنت عندك مشكلة وعايز تحلها ومحتاج شوية معلومات، أنت حابب تنمي هواية جديدة. فأهم حاجة تحدد هدفك. تاني حاجة بترتب مصادرك وخطواتك في الطريق. اكتر حاجه اقدر ابسط لك بيها المعلومه ديت وابسطها على نفسي وبفكر نفسي بيها دايما هي فكره الكورسات. اللغات بتلاقيها مرتب لك ليفلز، فانت في كل ليفل محتاج تذاكر حاجات. نفس الفكره في اي حاجه انت محتاج تتعلمها في حياتك. حدد. اول حاجه بص عامه كده على الموضوع اللي انت عايز تتعلمه او الهوايه اللي انت عايز تتعلمها، وابدا حدد هي المستويات فيها محطوطه ازاي، وانا في كل مستوى محتاج يكون معايا ايه، مش كشهادات بس كعلم. تمام. فانت بعد ما بتحدد هدفك وبتحدد المسار والطريق، في غلطة كلنا بنقع فيها هنا ألا وهي التحيز. انت ممكن يبقى الشخص دوت بيقول معلومات هتفيدك جدا، بس هو لا خلفيته نفس خلفيتك ولا مرجعيته نفس مرجعيتك. فانت قاعد شاكك هو انا هنا هقع معاه في حتة ان هو ليه اجنده ولا ملوش اجنده. مالكش دعوه باي حاجه من الكلام ده. الكلام ده هيعطل عليك مسيرتك في ايا كان الحاجه اللي انت عايز تتعلمها. طالما الشخص ده بيقول معلومه هتفيدك خد منه المعلومه، وملكش اي علاقه باي حاجه تانية هو بيقدمها. خد معلومتك، ضيفها لبنك معلوماتك، وانتهينا من الشخص ده. وفي نفس الوقت مش عشان شخص انت بتحبه جدا فتروح تاخد منه كل المعلومات وتقرا كل المعلومات بتاعته، لان انت هنا بتاخدها بناء على مشاعر مش بتاخدها بناء على معرفة. فبلاش تحيز في العلم. رابع حاجة التقبل. انت لازم تتقبل انك هتتلخبط في فترة، لازم تتقبل جهلك، لازم تتقبل فشلك، لازم تتقبل فكرة ان المعلومات هتبقى صعبة انك تفهمها، لازم تتقبل شعور انك حاسس انك عمال تعيد وتزيد في المعلومات. الايام اللي انت كنت مخطط لنفسك فيها انك هتقعد تذاكر فيها الحاجة دي وحصل ظروف خارجة عن ارادتك، او حتى انت بس حسيت انك مجهد فما خدتهاش، لازم تتقبل كل اللعبكة دي وتقبلها من قبل ما تحصل. تمام. وعشان تقدر تتقبلها صح من قبل ما تحصل، تيجي النقطة اللي بعديها ألا وهي الاستمرارية. الاستمرارية إنك تبقى مستمر وإنك تحط هدف، الاتنين فيهم نفس المشكلة اللي هي اندفاع الشباب، حماسة البدايات. خلاص انت حطيت هدفك وعملت كل الخطوات ديت، لازم تحط لنفسك جدول، والجدول ده لازم يكون واقعي. فعشان الجدول ده يكون واقعي، أنا مش بقول لك جدولك اللي هو انا اليوم الفلاني الساعة الفلانية هقعد اذاكر، لا. جدولك ده ان انت ليك نص ساعة في اليوم، ليك ساعة في الثلاث أيام. هتاخد مثلا أنت بتشتغل بتاخد جمعة بس أجازة أو جمعة وسبت، فأنت في اليومين دول هتقعد تذاكر. حط لنفسك جدول واقعي، ما تجبرش نفسك، ما تضغطش نفسك. وحاجة من الحاجات اللي ساعدتني في الحتة ديت،
بدل الحاجات اللي انت بتستهلكها على مدار يومك بحاجات ليها علاقة بالمواضيع اللي انت عايز تتعلمها. قلل اغاني شوية، احولها بودكاست. انا دلوقتي مثلا اغلب الوقت وانا قاعد بشتغل، او لو نزل اتمشى شوية، او حتى قاعد بلعب على الكمبيوتر، فانا مشغل بودكاست بسمعها، مش ببقى مركز معاها، ده طبيعي. بس بلقط كلمة او كلمتين دول ممكن يخلوني اسيب اللي انا بعمله واروح ادور على الكلمات دي إيه، اروح افهم المصطلحات دي اكتر، او اضعف الايمان هسيب البودكاست واركز معاه في وقت اكون انا فاضي فعلا فيه، يكون ده وقته. اخر حاجه هتحتاج تعملها بعد ما حطيت هدفك وجمعت معلوماتك ورتبتها وعرفت الطريق وفهمت انك مش محتاج تبقى متحيز لا بالسلب ولا بالايجاب، وتقبلت انك هتبقى جاهل بالموضوع وهتتلخبط و وخلاص حطيت جدول الاستمراريه بتاعك، اقعد راجع. انا عن نفسي بحب اراجع ايا كان ايه، ايا كان اللي انا بتعلمه، كل مثلا شهر، كل 45 يوم عشان ابقى محدد اكتر. بقعد ابص كده بص عامه اللي هو انا الهدف دوت انا لسه عايزه، الهدف ده انا لسه عايزه ولسه مهم بالنسبه لحياتي. طب المصادر ديت خلاص انا خلصتها فمحتاج اطور المصادر بتاعتي ولا لا؟ طب انا وصلت لايه؟ الكعبله بتاعتي كانت فين؟ ببص بصه شموليه كده على الطريق اللي انا كنت حاطه عشان اشوف هل انا فعلا بتطور فيه ولا لا. ده ياخدني لحاجة احنا محتاجين نتكلم فيها، وانا مش عايز اطول فيها في الكلام، احنا لسه معانا 3 دقايق، فانا ممكن اكتفي بدقيقة، يعني ممكن اكتفي دقيقة، دقيقة ونص كده بندردش فيها. آه الحياة ماراثون مش سباق. مش مهم، مفيش حد هيطلع الاول ومفيش حد هيطلع الاخير. ده ماراثون كامل، انت مهمتك يا تخلصه يا ما تخلصوش، بس. وكده كده انت هتخلصه. فالسوشيال ميديا محسسانا ان الناس بتتطور بسرعة، محسسانا ان الناس بتجري بسرعة. طبيعي. بنبص حوالينا كل يوم في حاجة جديدة بتطلع، كل يوم في حد من صحابنا بيحصل له تغير في حياته، حتى لو انت شخص سوي من جواك بس انت بتقارن نفسك. ده مش صح. ده مش صح ليه؟ لأن ده مش هيفيدك في حاجة. ده هيفضل مخليك قاعد عمال تبص حواليك وتلاقي ان الناس كلها بتتحرك بسرعة وانت قاعد باصص على حالك، واللي هو انا ما بتحركش ليه؟ انا ما بتقدمش ليه؟ الكلام دوت يبدو ان هو كلام تنمية بشرية ويبدو ان هو كلام سخيف، ولكن ده واقعي. خلينا ما نظلمش الكلام بان هو بقى شائع وان هو بقى رائج وان الناس بقت بتتكلم فيه كتير. بس هي دي الدنيا، الدنيا محدش فيها هيجي يقول لك، ومحدش المفروض اصلا يكون ليه صلاحية عليك ان هو يجي يقول لك خد بالك انت متأخر، الا لو حد جاي بينصحك. انما الناس اللي هي بتقعد تقارن، الناس اللي هي بتقعد تلسن، الناس اللي هي بتقعد تتكلم وخلاص، كل الناس دي ملهاش اي لازمة في حياتك، لان تاني الحياة ماراثون مش سباق. فبدل السوشيال ميديا اللي انت متابعها بناس تكون في الهواية الجديدة اللي انت عايز تتعلمها، او في الحاجة اللي انت بتحاول تتعلمها. استمتع، استمتع بالتعلم، التعلم ده شعور جميل، والتعلم ده أهم مهارة. مفيش حاجة أهم من فكرة إنك تكون قادر تكتسب معلومات جديدة، ومفيش حد أكبر من إن هو يتعلم. مفيش حد أكبر بجد من إن هو يتعلم. فالدنيا مش سباق. آه، محدش أشطر منك، محدش فاشل عنك. في ناس احسن منك اكيد، النجاح شيء نسبي، وفكره ان شخص يكون احسن منك دي حاجه نسبيه، وانا عارف ان احنا بعدنا شويه، او انا بعدت شويه عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه. بس بجد طول ما انت جاي تتعلم حاجه جديده وحاطط في نفسك انك قاعد بتقارن حياتك بحياه الناس، فانت مش هتستفيد اي حاجه. فما تقارنش، لو هتقارن قارن نفسك بنفسك بس.